أنا مش بتاع خناق نهائي، بس لو اتفرض الخناق أنا ما بارجعش، عادي جدًا أتضرب، أنا مش قوي يعني للدرجة دي، بس مش هارجع، هاتضرب ومش هارجع، حتى لو كنت برّه بلدي وباتخانق مع ناس في بلدهم برضه مش هارجع. كانوا 2 إخوات صحابي وكنا في سوق المنفوحة في السعودية في الرياض، اللي عارف المنفوحة في التمانينات عارف إنها زي ما تكون في القاهرة كده، بس طبعًا كان في سعوديين يعني، المهم الاتنين عملوا مشكلة مع واحد سعودي وخلصت. لكن فجأة لمحنا السعودي ده جاي علينا، ولقيت نفسي لوحدي، لوحدي، الاتنين طلعوا بسرعة على أهلنا في البيت يبلغوهم إني باتخانق، نعم، أنا مالي، المهم إن أنا وقفت solo قدّام السعودي ده وأصحابه مستني، لمّا لاقوني لوحدي حبّوا يستعرضوا عليَّ ويقولوا كلام أنا ما فهمتوش، بس ما طوّلوش، والدي والناس الكبيرة كانوا جُم فانسحبوا، وانتهى الأمر على كده، بس والدي ما انتهاش عنده الأمر، فضل ل30 سنة بعدها يحكي عن شجاعتي ووقوفي لوحدي ضد 50، 60 شاب. رغم إني أصغر منهم بكتير، وإزاي صحابي طلعوا أي كلام عشان سابوني وطاروا، واللي، بس الحقيقة أنا مش كده خالص، أنا غلبان والله على الآخر.